في كتاب اسمه لماذا يقودك أبواك إلى الجنون، وركز على فكرة محددة جدا، ألا وهي أن أبوك وأمك دائما يحاربون الألعاب والجوال وغيرها من الأجهزة الإلكترونية اللي أنت تستخدمها للمتعة. بدأ بسؤال يقول: هل الأجهزة هذه الألعاب ولا الجوال فعلا تضرنا ولا لا؟ وأول موضوع مسكه هي الشاشة. لا تقعد قدام الشاشة كثير، انتبه من الشاشة لا تضعف نظرك، انتبه من الألعاب، انتبه من الجوال. فيقول السؤال: هل الشاشة أو النظر إلى الشاشة لمدة طويلة فعلا مضر بالصحة؟ الشاشة بحد ذاتها أو الجوال بحد ذاته غير مضر، سواء كانت شاشة طبعا جوال أو شاشة ألعاب، ولكن ما تعرضه الشاشة هو اللي تكمن فيه المشكلة. هم ما عندهم مشكلة معاها، هم عندهم مشكلة مع ما تعرضه الشاشة. فيقول على سبيل المثال: أنت لما تقعد على الجوال فترة أو على الألعاب مثلا قد تتابع أشياء تصيبك بالتوتر. ما المشكلة الثانية وهي غريبة جدا، اسمها الإجهاد الذهني. كل ما تعرض لصور ومقاطع وأصوات أكثر كل ما عالجها واضطر يعالجها بشكل أكبر. قالوا هذا يسبب إجهاد عقلي. قال اسمع، له فوائد عدة في تنشيط مراكز في الدماغ جيدة جدا، ولكن عيبه هو الإجهاد. بالمناسبة بعطيك كذا يعني شيء سري. النوم يعالج الأشياء اللي لخبطها الدماغ وهو صاحي وتتم في الأحلام. نيجي عند الصحة العقلية. قالك عشان تعرف يعني إيش صحة عقلية خذ لك هذا التعريف البسيط: تتلخص صحتك العقلية في مدى جودة عمل عقلك ووظائفه. جودة عقلك ممتازة ولا في وشة؟ اللي قد يسبب ضرر على صحتك العقلية هو أن الجوال تعرضك لتجارب من المفترض أنك لا تتعرض لها طول حياتك. تخيل بس حاول تنتقي وش تشوف، يعني أشياء كذا حلوة، تشترك في القناة، يعني أشياء زي كذا.